لو اتعاملت بالفلوس مع حد من غير كتابة فانت رسميا سبت فلوسك لظروف، وصدقني الظروف ما بترجعش حق. أسوأ حاجة في التعاملات المالية ما بين الطرفين إن هي بتبدأ بثقة وأمان وبتنتهي بالخلافات والخناقات والإساءة. عشان كده أي فلوس بينك وبين حد لازم تقننها قبل ما يحدث الخلاف، وده بيتم في 3 خطوات سهلة وبسيطة. خلي الاتفاق بالكتابة مش بالكلام، لأن الاتفاق الشفهي أسهل طريقة للإنكار. حدد المبلغ وميعاد السداد بشكل واضح، اليوم والشهر والسنة. اختم تعاملك بتوقيع وتعهد، وده بيكون من خلال الإقرار بالدين أو إيصالات الاستلام أو عقد بالاتفاق. وخليك فاكر دايما القانون بيحمي التصرف الموثق، مش بيحمي الشخص اللي وثق. لو ليك أي تعاملات مالية ومش عارف تقننها بالتقنين القانوني الصحيح، اكتب لي في الكومنتات كلمة تقنين وهبعت لك الصيغة القانونية المناسبة لحالتك.